من حقكم انك تردوا. انا بعت لكم الكاميرا وفي عضو مجلس الاداره ما رضاش يرد، والقصه اللي انا حكيتها الاسبوع اللي فات. من حقكم انك تردوا، بس تردوا بمساندات. قال احنا بالنيابه عن مجلس الاداره، مجلس الاداره فوضني الاستاذ يوسف الحمامي امين الصندوق والمستشار هشام عبد ربه، وقلت لهم كل اللي انتوا عاوزين تقولوه قولوه تحت امركم، بس يكون في مستندات. هم بامانه ربنا بعتوا لي مستندات كامله اهي امام حضرتك، عشان ما حدش يقول لك ايه ده ورق فاضي، لا، كل واحنا مصورينه ومحمد دلوقتي هيوريه لنا، وادي اهو يعني وفي طبعا هشام عبد ربه المحامي بالنقد بعت الورق بتاعه كله بالكامل، وسجل اسماء زائري النادي والبطولات، كل حاجه هم تفضلوا وبعتوها لنا على القناه. وجبت اسره التحرير قلت لهم نبص في المشكله دي ونبص في الورق. قالوا الورق سليم 100%. احنا زي ما عرضنا وادينا حق الرد للدكتور عصام البكر، بندي حق الرد للاستاذ يوسف الحمامي والسياده المستشار هشام عبد ربه اللي هم بالنيابه عن مجلس اداره طبعا نادي اليخت. احنا بنكن له كل الاحترام، والدكتور جمال طبعا استاذنا واب واخ لينا في كل شيء. هنشوف التقرير بيقول ايه ونرجع نعلق على التقرير وكلامهم اللي قالوه في حلقه الليله من الكره في دريم. عندك 5 خطابات بتنفيذ او بتمكين الدكتور عصام البكر من العوده الى نادي اليخت، ولم ينفذ اي خطاب ولا احكام القضاء ايضا. احنا احكام القضاء بنحترمها، واحنا على تم استعداد ان الدكتور عصام البكر يرجع من بكره. هو الدكتور عصام البكر ما اترفدش دي اول مره، هو اتفصل من النادي مرتين قبل كده وعلى 3 مجالس مختلفه، يعني 3 مجالس متعاقبه. يعني من 12 سنه بالظبط. من 12 سنه بالظبط هو اتفصل. فالدكتور عصام البكر يعني مش نتيجه ان هو المجلس ده اللي فصله، المجلس ده اللي ان شاء الله هو هيرجعه نتيجه حكم القضاء. لكن اللي حصل ان هو هو رافع قضايا تعويض علينا على النادي. انا بحكم ان انا امين الصندوق ده مال عام، ما ينفعش ان انا ما دافعش عن المال العام، هسأل بعد كده جنائيا. فطبعا لازم ان انا يتنازل هو عن هذه القضايا، يتنازل عن هذه القضايا ويكتب اتفاق بيننا وبينه، وده فعلا موجود واتفقنا عليه، هو ما نفذهوش. كان في اتفاق بين الدكتور جمال مختار والدكتور عصام التنازل مقابل عودته للعضويه ورعايه ابنائه. ماشي. الدكتور عصام قال ان التنازل ده تم بالفعل، والدكتور جمال مختار مجرد ما اخذ التنازل شطبه مره اخرى من عضويه النادي هو وزوجته واولاده. هقول لحضرتك حاجه، احنا ندي سبق للدريم ان هي تيجي تحضر قعده ويجي فيها دكتور عصام البكر ويتم الاتفاق وتصوروه، واحنا هنتم استعداد نديله عضويه، ما عندناش اي مشكله. لكن هو دكتور عصام بيحب ان هو يكبر المواضيع، هو مواضيع مش مستاهل ده كله. يجي يشرف النادي ويعمل عقد اتفاق ونوثقه في الشهر العقاري ونعمل نديله العضويه. واحنا مش ضد مجلس الاداره ولا مع اعضاء النادي، احنا مع الحق. واذا كان في حكم قضائي لصالح احد افراد الجمعيه العموميه نتمنى ان يكون في سلاسه في تنفيذ هذا الحكم. بعد اذن حضرتك احنا ما بنعترضش على احكام القضاء، احنا بننفذها كلها. وبعدين اذن حضرتك بالنسبه للحكم اللي هو بتاع عصام علوي ده يخص خارج النادي، ما فيش حاجه جوه النادي فيه، ده مشاجره وهو اخذ فيها حكم خلاص، دي حاجه بتاعته هو. لكن احنا مش حاجه جوه النادي، ما فيش اي الزام فيها على النادي. مشكلة الدكتور عصام باختصار شديد ان هو كان رافع قضايا وخد احكام حكمين قضائي بعودته للنادي مرة اخرى. هو رافع علينا للاسف الشديد، البيان عندي هو وانا هديهولك ودي الدكتور مصطفى عشان يشوفه، 13 قضية 11 قضية يا فندم ب 13 مليون جنيه تعويضات. فالنهارده ما يستقيمش عقلا ان انا اديله قضيه النادي وفي نفس الوقت هو بيطالب النادي بتعويضات 13 مليون جنيه. طب الجهاز المركزي للمحاسبات ارد عليه اقول له ايه؟ لو هو كسب قضيه واحده. فبالتالي احنا النهارده لما في خصومه بين شخصين بيتنازلوا عن كل القضايا. مش ممكن ادخل واحد النادي وهو اوريدي رافع عليا قضيه وموجود عندي ورافع عليا 11 قضيه. فبالتالي لا يستقيم عقلا ان هو بيقول ان الروح الرياضيه ولاده ابطال، ما ينفعش يدخل النادي وهو رافع على النادي قضايا تعويضات. احنا كنا قعدنا قبل كده مع الدكتور جمال مختار ابونا الفاضل واتفقنا على التنازل على القضايا والعوده للعضويه. وانا قبل كده كلمني المشرق المحامي بتاع الدكتور عصام البكر الاستاذ اشرف حشيش وقلت له نتنازل عن القضايا وياخد الكرنيهات، بس ما تنازلش. حضرتك مستشار قانوني للنادي، 2 اعضاء النادي اتخانقوا مع بعض في التراس تحت
ضربوا بعض، شتموا بعض، انت بيرجع لك تحقيق في الاخر. تمام. القرار اللي انت اتخذته، الراجل فريد مكيوي عمل محضر لعضو مجلس الاداره، ده عضو نادي، خلينا نعتبره انه عضو نادي. انا ما خدتش قرار، القرار اللي خده مجلس الاداره، انا عملت تحقيقات، ده جاب شهود وده خدت قرار ضد واحد. دقيقه واحده، انا ما خدتش ضد واحد قرار، ده جاب شهود، مجلس إدارة. ده جاب شهود وده جاب شهود. احنا انتهينا في التحقيقات ان اللي تلفظ بالالفاظ واللي ثبت من الشهود بتوعه الاستاذ فريد مكيوي، احنا مش في خصومه شخصيه معاه. وبعدين الاستاذ فريد مكيوي رافع قضيه اهو في مجلس الدوله، برضه انا هديك المستند بتاعها، علشان بيبطل القرار اللي هو فات خلاص، اللي هو اتوقف 3 شهور، وقف مؤقت 3 شهور وخلص القرار. وقبل كده مرارا وتكرارا في الانديه احنا ما بنخترعش حاجه، في لائحه للنوادي احنا بنطبقها، فبالتالي كل الانديه في مصر بتفصل وبتوقف. زي ما انتم شفتوا حضراتكم بالصوت والصوره، مجلس اداره نادي اليخت بيعرض على الدكتور عصام البكل ان يتنازل عن كل القضايا وياخد العضويه بتاعته ويرجع كعضو عامل تاني. الدكتور عصام كان كلمني امبارح وقال لي ان انا عاوز ليا حق الرد. قلت له لا، انت عملنا لك قبل كده حلقه وقلت فيها كل اللي انت عايزه، وفي نفس الوقت من حق نادي اعضاء مجلس اداره نادي اليخت ان هم يردوا على كل الحاجات اللي انت قلتها. فانا قلت له مش هينفع. فاحنا عرضنا النهارده امام حضراتكم بالصوت والصوره عشان ما نزعلش اي حد. ادي حق الرد لمجلس اداره نادي اليخت. احنا مش قضاه، احنا علينا بنعرض بما يرضي ربنا زي ما قلت لكم، بمستندات بالصوت وبالصوره. يمكن احنا سمعنا الحلقه اللي فاتت عضو مجلس نائب رئيس النادي وطلع اتكلم. النهارده مجلس اداره، انا بقول الكلام ده للدكتور عصام، انا اللي يهمني زي ما قلت وهفضل اقولها، الولاد الصغيرين، الشباب الجميل الناضج اللي هيطلع بيمثل مصر. اذا كان انت يهمك ان ولادك يبقوا ابطال ويرجعوا نادي تاني، تنازل عن كل القضايا زي ما هم قالوا اعضاء مجلس اداره، وانا يا سيدي هبقى موجود معاك في اسكندريه، حاجه هتسعدني جدا، وهسلمك الكرنيهات مره تانيه. انما لو ما وافقتش احنا بناخد القضيه برمتها وبتروح للمجلس القومي للرياضه اللي هو القاضي الوحيد في هذه القضيه. احنا ما علينا ان احنا عرضنا الراي والراي الاخر، عشان محدش يقول لك احنا بنتحيز لفلان عن فلان. ومهندس حسار هيبقى موجود معانا خلال الحلقات اللي جايه ان شاء الله، وهنعرض عليه الكلام ده كله وهو اللي هيجاوب. بس انا بقول يعني الصلح خير، دكتور عصام يرجع تاني لاعضاء نادي اليخت ويتنازل في زي باي صوره قانونيه انتوا شايفينها. انا ما اقدرش اتدخل في اي حاجه زي كده، انما هنصور الكلام ده كله اذا حصل، واحنا هنكون موجودين وهنرد على الراي العام. احنا كده قضيه نادي اليخت قفلناها تماما، والقاضي هو المجلس القومي للرياضه.